كرامتك مش رفاهية. كرامتك هي اللي بتحدد قيمتك في عين نفسك قبل ما تكون في عين غيرك. العلاقات الصحية هي اللي بيكون فيها احترام متبادل، لكن في ناس بتدخل حياتك وبتحاول تاخد منك أكتر مما تستحق، وهنا لازم تكون عارف ازاي تحمي نفسك وتحافظ على كرامتك. بلاش تبقى دايما انت المتاح والمبادر. لو انت دايما اللي بتتكلم، اللي بتسأل، اللي بتطمن، اللي بتجري ورا الشخص التاني، صدقني هتيجي لحظة وهيحسسك ان وجودك او غيابك واحد. حافظ على التوازن في العطاء. لو حسيت انك دايما بتدي من غير مقابل، يبقى لازم تراجع نفسك. مش كل علاقة تستاهل التضحية. مش معنى انك بتحب حد او مرتبط بيه انك تضحي بكرامتك عشانه. في فرق كبير بين التضحية عشان العلاقة تستمر وانك تخلي الشخص التاني يستهلكك نفسيا. لو لقيت نفسك بتتحمل الإهانة أو التجاهل أو عدم التقدير لمجرد إنك خايف تخسره، يبقى أنت بتخسر نفسك الأول. اتعلم تقول لأ بدون خوف. الناس بتحترم الشخص اللي عنده حدود واللي مش بيقبل أي حاجة عشان يرضي اللي قدامه. لو حد بيتجاوز في حقك أو بيطلب منك حاجة ضد مصلحتك، لازم يكون عندك القدرة انك ترفض بكل ثقة وبدون ما تحس بالذنب. ما تحاولش تثبت قيمتك لشخص مش مقدرك. الشخص اللي بيحبك فعلا مش محتاج منك مجهود عشان يفهم قيمتك. اما اللي بيعاملك ببرود او استغلال، فده مش هيشوف قيمتك حتى لو عملت له المستحيل. ما تحاولش تجبر حد انه يشوفك. اللي عاوزك هيحس بيك وهيكون جنبك من غير ما تطلب منه. ما تخليش العشم يكسرك. العشم في ناس غلط بيهد الكرامة. لما تحس انك بتستنى من حد حاجة مش هيعملها، انسحب. مش لازم تحسسه انه بيأذيك، كفاية انك تعرف انك تستحق احسن من كده. واخيرا حافظ على نفسك ومكانتك. ما تسمحش لحد أبدا يتعامل معاك كمجرد خيار أو وقت فراغ. خليك شخص عنده قيمته. قيمتك في احترامك لنفسك، مش في تصرفات غيرك معاك. لو حسيت ان وجودك بيتقل على حد، خفف وجودك. ولو استمر في تجاهلك، انسحب بكل كرامة واحفظ كرامتك، لأن كرامتك مش رفاهية.